نهضروا على واحد القطب اخر كروي كبير، هو العشق الاول ديالك اللي هو فريق الجيش الملكي. انت عسكري. ولد يعقوب المنصور، اذا اوتوماتيكمون عسكري ما فيهاش شك ياك. نعم. كان من احلامك انك تلعب الفريق الجيش الملكي في الطفوله فاش كنكونوا صغار؟ يعني الجيش الملكي راك باش تلعب له راك، وهذا الحلم كان غيتحقق. عندي معلومه كتقول على انك وقعتي الفريق الجيش الملكي، ولكن بسبب تحالفات ضدك فشلات هذه التجربه قبل ما تبدا. انا غادي نكون معك صريح، فعلا يعني انا ولد يعقوب المنصور، ويعقوب المنصور حي هو المعقل ديال الفريق الجيش الملكي تماما. ايش لا نقاش ولا عندك تكون دخل يعقوب المنصور وانت ماشي عسكري. ما يمكنش لك من الاحياء الاخرى بطبيعه الحال كنهضروا على تماره، كنهضروا على تقدم، كنهضروا على، ولكن يعقوب المنصور اوتوماتيكمون كتقول معقل الفريق الجيش الملكي بطبيعه الحال. دونك انا تزاديت تما وتربيت تما وتبعت الجيش الملكي وكليت العصا على الجيش الملكي ووصلت من المدرسه على الجيش الملكي. شيء طبيعي يعني انا كصغر عندي صحابي كنمشيو كاملين داني الوالد، دونك حليت على الجيش الملكي. كانوا النقابات ضدك ما نقدرش نظلم حتى شي واحد. لا انا فعلا كنت باغي نختم المشوار ديالي. من بعد الانتهاء ديالي المشوار ديالي وحققت بطوله مع فريق الوداد الرياضي اللي كانت بطوله اللي غاليه وغاليه بزاف. كنت باغي على الاقل لانه كان طلب من الجمهور ديال الجيش الملكي انني نجي، وفعلا كان الحسين اوشله اللي انا وياه شوف كنلمش مع الفار، تحيه ليه بهذه المناسبه هذه. وي وهو كان السبب ديالي باش انني انا هو كان تو باغي نجي الجيش الملكي، ومشينا عند جنرال القنابي اللي كان رئيس الفريق انذاك، تفاهمنا على بنود العقد. كان مشى معايا تم منصور هو اللي شاف المناجير ديالي، تفاهمنا على العقد ديال 3 سنوات تقريبا. اغلى صفقه في تاريخ المغرب انذاك الساعه كان 120 مليون في العام، يعني في 3 سنين 300 عاد المناح عاد الصالير، دونك وصلت تقريبا شي 440 مليون في 3 سنين. دونك اغلى صفقه طلعت عليها هاله ودي سميت. وباقي كنعقل كنسلم على جنرال القنابي قال لي شوف لانه تاريخيا نسجل على فريق الجيش الملكي 13 البيت من اكثر الفرق المحببه ليا، لا مع الوداد لا مع الرجاء لا مع الفتح لا مع الماس. كان سجلت على فريق يعني حتى في كاس العرش سجلت على فريق الجيش الملكي. وقال لي دابا غادي ننتقم ليا من الفراقي هذوك البيوت اللي ماركتيه تمارك. صافي مشيت كنتريني عادي مع ديك الساعه كان العامري مدرب، وكنمشيو كانوا لعابه يعني في مستوى اللي هو كبير. اما بالنسبه للتحالفات اللي انا والله ما عارفش الى يومنا هذا شنو السبب. انا اللي سمعت هو ان لا والله راه كان ديك الساعه شكون كان الراقي كان القديوي كان سميتو وتواصلت معاه. والاعتراض تحديدا كان على هذا المبلغ الخيالي داك الساعه بالنسبه للاعب. علاش بدودان بالضبط؟ نكذب عليك الا قلت لك عندي شي فكره وما بغيت نتهم مع حد وما بغيت نظلم حتى شي حد. ما كتبش لي انني نلعب مع فريق الجيش الملكي ومن ذاك الجمهور، وهذه السبب اللي يعرفوه من الناس والمسؤولين ديال فريق الجيش الملكي. لانه انا اتصلت يعني اتصل بيا الناس قديوي وقال لي والله العظيم انا ماشي بالعكس، انا كنت باغي واش حنا كرهنا بيتور بحالك مي الكواليس الله اعلم. يعني انت غير متاكد من لا باش ما نظلم حتى شي واحد وما نادي حتى شي واحد. انا تنقول ربما ما كتبش ديال نلعب مع فريق الجيش الملكي، ومع الاسف شنو السبب الله اعلم. فسخت العقد ديالي يعني حبيا، الله اعلم حتى هما ما عطاوني السبب، دونك بقات بحال هكا. ولكن بقيتي دائما عسكري بالروح والقلب. بطبيعه الحال كنشجع لانه سي نورمال تشجع يعني الجيش الملكي بحال اللي كنشجع الفرق الاخرين، مي بحكم انني صغير كنت كنشجع الجيش الملكي وهذه دونك راه تيبقى الجيش الملكي كنتمنى ليه التوفيق، لانه دابا الان غادي في واحد المسار اللي هو جيد، عنده فريق اللي هو قوي. نتمنى الجمهور انه يدعم هذا الفريق هذا، لانه نتمنى انه ما يتسببش هذوك الدخلاء على جماهير الجيش الملكي اللي هما محفوظين على الرؤوس العصبي. حتى الجمهور ديال الجيش الملكي الحقيقه خصو يتهنى من هذوك الدخلاء، لانهم اللي كيتسببوا في عده كوارث وكيتسببوا في ايقاف مقابلات ديال الجيش الملكي. نتمنى الدعم جماهير الجيش الملكي باش يرجع للسكه ديال الالقاب، شانه شان الوداد والرجاء وبركان، باش تشوفوا بطوله اللي هي قويه. اخر